القراءة الواضحة أن هناك ثلاثة مقاربات وتشابهات لا يمكن أن نتجاهل معناها ودلالتها في تفسير هذه الكارثة الإنسانية التي وقعت. أولا لا يمكن أبدا الفصل بين الذي حدث اليوم وبين الأحداث التي تحدث في الساعات الأخيرة، سواء كانت في اقتحام بنوك أو السطو على مكاتب صرافة أو ترويع السياح وقتل السياح أو غيره. وكل هذا بيحدث في ساعات متعاقبة، وكأن هناك اكتشاف حدث للعصابات أن هناك بنوك ومكاتب صرافة وكأنها وجدت بالأمس. أيضا هناك تشابه مهم جدا في التاريخ بين هذه الواقعة وبين موقعة الجمل، ولن أكرر ما قاله بعض الزملاء في شأن وجود المسؤولين المتهمين في هذه الجرائم أو في جريمة معركة الجمل قيد المحاكمة، وبعضهم مطلق السراح وبعضهم أو عدد كبير منهم ومعظمهم مطلق السراح، ويلعب بشكل مكشوف لمحاولة إعطاء إشارات موحية أن الفوضى لم تكن من صناعتهم وأن القتل لم يكن هو حرفتهم، بل هناك تكرار يتصور البعض أنهم يستطيعوا أن يستفيدوا منه أثناء محاكمتهم أو في إصدار الأحكام ضدهم. التشابه الثالث هو تشابه بعيد شوية تاريخيا، لكن أنا بدعو كل حكماء الأمة، وإحنا في بياننا الذي صدر منذ دقائق من حزب غد الثورة أشرنا إليه، وهو الذي حدث في الفترة ما بين أبريل 1954 حتى 30 مارس 1954، وهي الأحداث المتعاقبة المشابهة المتطابقة مع الذي يحدث تمهيدا للانقضاض على التوجه الديمقراطي. مرة أخرى دكتور، هذه التواريخ التي ذكرتها الحقيقة يعني بالعودة للتاريخ كان هناك أزمة تسمى بأزمة مارس 54. قبل هذه الأزمة كان هناك اتفاق في 4 مارس بين الجيش أو بين الراغبين في الاستمرار في السلطة من الجيش، وهذا كان قطاع في مواجهة قطاع آخر وهو القطاع المدني الذي كان يدعو للعودة للسكنات، محمد نجيب وخالد محي الدين وآخرين. بعد اتفاق 4 مارس حدثت مجموعة حوادث. أرجو أن أنتم تعودوا لكتاب الأستاذ خالد محي الدين، الآن أتكلم في صفحة 320، وهو يشير إشارات واضحة أن عبد الناصر شخصيا صرح له أنه كان وراء، وآخرين طبعا كانوا وراء أحداث بعينها زي تفجير جروبي وحريق مخزن الثقافة في محطة القطارات، وهي كانت أحداث متعاقبة يوم بعد يوم بعد يوم كان بيحصل حدث. انتهت بمظاهرات ضد الديمقراطية، انتهت بالانقضاض من العسكر على الخط 60 سنة أو 58 سنة إلى الآن. فأنا بقول هذا التشابه بل التطابق بين السيناريو الذي تم في 54 وبين السيناريو الذي يبدو أن البعض يسعى إليه في 2012 يعطينا إشارات خطيرة. وأنا بأعلن من خلالكم أن احنا دعينا كل القوى الوطنية وكل الأحزاب السياسية الاجتماع، أظن ربما يتم الساعة 12 اليوم في مقر حزب الوفد الذي قرر أن يستضيف هذا الاجتماع لاتخاذ موقف واضح بشأن هذه الكارثة الإنسانية التي وقعت، وضرورة اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية في مواجهتها فورا. وفي النهاية احنا بنشاطر، وفي البداية الحقيقة وليس في النهاية، بنشاطر أسر الضحايا هل يمكن تفسير كلامك دكتور أيمن على أنك تحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة بل وتتخطى ذلك إلى اتهامه بتدبير ما حدث؟ أنا الحقيقة يعني لا أحب أن ألعب دور القاضي، وأنا لست قاضيا وليس أني أدلة اتهام، لكني الآن محلل سياسي يقرأ التاريخ، يقرأ الواقع، يقرأ التقاربات بين الحوادث، وفي النهاية لا نحمل طرف بعينه لكننا نحمل المسؤول عن إدارة البلاد. هذا الذي حدث يحمل أوجه واضحة للخلل في إدارة الأمور، لعدم القدرة على السيطرة، في إشارات كثيرة، غيبة سيارات الإسعاف، غيبة المسؤولين. مش عايز أخش في التفاصيل التي ما زالت غير محققة حتى هذه اللحظة، لكن يبقى في النهاية أن وزير الداخلية هو المسؤول
ان المجلس العسكري الذي يدير البلاد هو المسؤول عن كل حادثه تقع في هذه البلاد، خاصه ان الاحداث الكرويه وجميعنا يعني تابع مثلها كثيرا في مصر لم تكن ابدا تصل الى هذا الحد من العنف ومن الجريمه. علاقه الاهلي ومشجعي الاهلي بالموضوع تعطي بعدا اخر، لكن على اي حال من الاحوال المسؤول هو الذي يدير البلاد ومسؤول عن تحقيق نتائج الا يحدث مثل هذا الذي حدث. طب دكتور ايمن، يعني سؤال اخير، هل تعتقد انه كان من الاولى او من الافضل ان تغلق ابواب استاد بورسعيد بعد هذه الاحداث، وربما تكشف يعني التدقيقات عن وجود مثل هذه العناصر التي نتحدث عنها؟ والله الحقيقة يعني مش عايز استبق الأحداث، لكن عندما نراجع التفاصيل سنكتشف تفاصيل كثيرة مثيرة وملغزة ومحيرة وغير متطابقة مع المألوف في مثل هذه الأحداث. أتمنى ألا نكون في مواجهة معركة جمل جديدة، أتمنى ألا يكون هناك تواطؤ يصل إلى حد التورط في هذه الأحداث، لكن لا أستطيع أن أستبعد هذا من البداية، ولا أستطيع أن أفترضه أيضا من البداية، لكن في النهاية نحن سنتابع وسنواصل البحث والتدقيق في كل ما حدث، الوقوف عن المسؤول، لأنه يجب أن يكون الدم المصري خط أحمر، ولا يجب أن احنا نفاجأ كل يوم مرة هنا ومرة هناك بمئات أو عشرات القتلى بلا ذنب وبلا جريمة في هذا المسلسل الفوضوي المفهوم الغرض منه ايه.